حطيت الفرخة في التتبيلة وسبتها فيها 6 ساعات، والنتيجة كانت قرمشة تسمعي صوتها قبل ما تاكليها. جربي الطريقة دي وهتبطلي تطلبي ديليفري تاني. يلا بينا نشوف السر. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي فرخة كيلو 400 جرام بالظبط، قطعتها على 9 قطع، وبدأت أنغزها كده بالسكينة علشان التتبيلة تدخل في كل حتة فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تنغزها كده بالسكينة. بعد كده التتبيلة عندي نص لتر مية، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وكاري وكركم وكزبرة، ملح وفلفل، ونص معلقة زعتر، وبودرة ماجي. حطيتهم كده، نزلتهم في المية وقلبتهم، وهحط فيهم الفراخ ديت لمدة 6 ساعات. نزلت كده الفراخ في التتبيلة زي ما انت شايفة. وطبعا عشان احطها في التلاجة مدة التتبيلة بتاعتها حطيتها في علبة بغطا، واغطي عليها كده، وهسيبها بقى في التتبيلة ديت تاخد وتدي مع بعضها. يستحسن تكون تبات فيها من بالليل للصبح، لكن انا عملتها من الصبح بدري لحد ميعاد الغدا. نزلت عليها باقي المية بتاعتها وغطيتها بالشكل ده ووديتها التلاجة. بعد كده طلعتها من تتبيلتها وصفيتها كويس جدا زي ما انت شايفة كده. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده خلصت كل كمية الفراخ بتاعتي، ودلوقتي هنعمل تتبيل الكفر بتاع الدقيق. عندي هنا دقيق، نزلت عليهم بمعلقتين نشا ده طبعا عشان القرمشة، ونفس التوابل اللي حطيتها في تتبيلة الفراخ هحطها هنا: الكركم والكاري والثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل والبودرة ماجي زايد عليها، بس اللي زايد عن التتبيلة ديت النشا بس، مفيش اكتر من كده. قلبتهم زي ما انتم شايفين كده. وعندي مية ساقعة فيها تلج، وهنبدأ نتبل مع بعض. بحط الفراخ في التتبيل في الدقيق الاول، وبعد كده هحطها في المية. المية فيها تلج زي ما انت شايفة، وهرجع تاني احطها في الدقيق، وبتقلبها في الدقيق بقى كده 10 مرات زي ما انت عايزة يعني، لحد ما تحسي ان الدقيق خلاص عمل كفر عليها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. اخلص كل الكمية بتاعتي عشان ما اطولش عليكي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. المية الساقعة ديت بتدي الفراخ كفر كده جميل وقرمشة، وبتخلي الدقيق يمسك فيها. عندي حلة صغيرة كده حطيت فيها زيت ونزلت بالفراخ. لازم الزيت يكون سخن خالص، وبعد كده بسيبها على 4 دقايق على نار عالية. ببدأ اهدي النار بعد كده لمدة 10 دقايق وبغطي عليها، وبعد ال10 دقايق ده ببدأ اعلي النار دقيقتين بس علشان تاخد اللون، وكده بتكون الفراخ بتاعتي استوت. احنا متفقين ان الفرخة صغيرة ما بتاخدش سوا اساسا في الزيت. اهم حاجة تكون الزيت يكون مغطيها كلها كده. دي التقليبة التانية. بعد 10 دقايق ببدأ اقلبها واعلي عليها النار دقيقتين علشان اللون بتاعها، وبعد كده هبدأ اطلعها. ويستحسن تطلعيها على شبكة، بلاش مناديل ولا في طبق ولا حاجة علشان تفضل مقرمشة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض.
خلاص الفراخ بتاعتي كده خلاص تمام، استوت من جوه واخدت لون من بره. بدات اطلعها على شبكه كده. دي شبكه شوايه عندي، طلعتها حطيتها على صينيه وبطلع عليها الفراخ. مش لازم نجيب كنتاكي من بره ولازم ندفع فلوس كتير ولا غيره، دي اوفر وانضف واضمن بكتير من اللي بتيجي من بره. ودي بقيه كميه الفراخ بتاعتنا اهيت، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، شكل لون وطعم وقرمشه. وبكده خلصت الوصفه بتاعتنا، قدمتها مع الكاتشب وسلطه الطحينه. وشوفي يا حبيبتي اللحمه من جوه بيضه ومستويه وجميله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اشوفكم ان شاء الله على الفيديو الجاي على خير.